السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حصادكم لهذا الأسبوع. أهلا بكم مجددا. أقدمت مجموعة مسلحة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي بيدي على اختطاف رئيس مجلس محلية غرب قامشلو للمجلس الوطني الكردي وعضو الهيئة الاستشارية للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا. وافدت جين ابنة محمد أيو رئيس مجلس محلية غرب قامشلو للمجلس الوطني الكردي لموقع بادكاسي بأن سيارتين تابعتين للبيدي كانت تحملان عناصر ملثمة داهموا منزلهم وقاموا باختطاف والدها محمد أيو بعد انتهاء اجتماع المجلس في مدينة قامشلو بكردستان سوريا. كشف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أنهم يجرون مفاوضات غير مباشرة مع الدولة التركية مبديا استعدادهم لحل كافة المشاكل العالقة بين الطرفين. وقال مظلوم عبدي خلال إلقاء كلمة على هامش ملتقى العشائر السورية في ناحية عين عيسى في محافظة الرقة بأن مفاوضات غير مباشرة تجري بين سوريا الديمقراطية وتركيا عبر وسطاء مبديا استعدادهم لحل المشاكل العالقة عبر المفاوضات وبطرق سلمية بشروط. وأعرب عبدي عن استعدادهم للنظر في مطالب الدولة التركية بشأن الحدود، ولكن في الوقت نفسه طلب بعدم تدخل تركيا بالشؤون السورية واحترام سيادة الدولة السورية على حد قوله. نشرت منظمة حقوق الإنسان في عفرين تقريرا كشفت فيه عن الممارسات والانتهاكات التي تحصل بحق النازحين الكرد في مخيمات النازحين في ريف حلب، وقيام المسؤولين من البيدي بمنع النازحين من العودة إلى عفرين أو العبور إلى حلب. كما تطرقت المنظمة إلى تدهور الوضع الصحي في المخيمات وانتشار الأوبئة والأمراض كاللاشمانيا بين النازحين لا سيما الأطفال، وإجبار النازحين بالخروج والمشاركة في الاعتصامات والمظاهرات وتسيير حواجز مشتركة بين البيدي والحرس الثوري الإيراني والنظام السوري. وأشارت أيضا إلى الانتهاكات التي تحصل بحق الكرد من قبل الفصائل المسلحة في عفرين، إذ أقدمت مجموعة من تابعة للفصائل المسلحة تابعة للجبهة الشامية على اختطاف 8 مدنيين في ناحية موباتا تابعة لعفرين. قام وفد من هيئة فرع إقليم كردستان للاتحاد الطلبي والشباب الديمقراطي الكردستاني روج آفا بالمشاركة في حفل تخرج طلاب كردستان سوريا في جامعة صلاح الدين بإقليم كردستان. ضم وفد الاتحاد كل من أحمد محمد أمين مسؤول فرع الإقليم كردستان وشوفان إبراهيم عضو هيئة السكرتارية للاتحاد. الطلاب الكرد المتخرجون من جامعة صلاح الدين لهذا العام هم من كليات مختلفة كالهندسة والعلوم والزراعة واللغات والاقتصاد والآداب والقانون والعلوم السياسية. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وجه الرئيس مسعود البارزاني رسالة تهنئة إلى مسلمي كردستان والعالم والعراق هنأهم فيها بحلول الشهر المبارك. جاء في الرسالة بعد البدء بآية من القرآن الكريم: بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نبعث بأحر التهاني والتبريكات إلى المسلمين في العالم عامة وكردستان والعراق بشكل خاص. نتمنى أن يكون حلول هذا الشهر المليء بالرحمة والبركة مبعث خير وسعادة لشعب كردستان والعراق والإنسانية جمعاء، وأن يكون نهاية للإرهاب والتطرف، وأن يعم السلام والتعايش والاستقرار والإنسانية في عموم كردستان. عقدت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا اجتماعها الاعتيادي في 5 آيار ناقشت النقاط الواردة على جدول عملها. ففي المجال السياسي استعرضت الأمانة المستجدات السياسية التي تتناول الوضع السوري عامة والكردي خاصة، وتطرقت إلى آخر المستجدات فيما تتعلق بالمنطقة الآمنة، مقدرة الجهود التي تبذله فرنسا للتقارب الكردي بين الطرفين في كردستان سوريا. أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا تقريرها السياسي عن شهر نيسان المنصرم، وتطرق التقرير إلى آخر المستجدات على الساحتين الكردية والسورية ومصير كردستان سوريا والانتهاكات التي تحصل في مدينة عفرين، كما تحدث عن بعض التطورات المتعلقة بإقليم كردستان والعراق وبعض القضايا الدولية. لأول مرة منذ العام 2011 اجتمع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بمحاميه ووجه رسالة إلى قوات سوريا الديمقراطية. جاء في البيان الذي أرسله أوجلان: في هذه المرحلة التاريخية من الأهمية بمكان تحقيق توافق اجتماعي عميق
لأجل حل الأزمة هناك حاجة مهمة إلى سبيل للمفاوضات الديمقراطية بعيدا عن جميع الأشكال الاستقطاب وثقافة الصراع. بإمكاننا حل مشاكل تركيا ومشاكل المنطقة بعيدا عن الحرب وسبل العنف الجسدي، بل عبر القوى الناعمة أي قوى العقل والقوى السياسية والثقافية. نحن على الثقة بقدرة قوات سوريا الديمقراطية على حل المشاكل في سوريا ضمن إطار المحافظة على وحدة الأرض على أساس الديمقراطية المحلية بضمانات دستورية بعيدا عن ثقافة الاقتتال مع أخذ حساسية تركيا بعين الاعتبار. عقد وفد من المجلس الوطني الكردي السوري في كوباني لقاء مع وفد من الدبلوماسيين السويديين وممثل السفارة السويدية في أنقرة، وذلك في مقر المجلس الوطني الكردي بمدينة أورفا في شمال كردستان. وقال المجلس في بيان إن اللقاء دار حول مستجدات الوضع السياسي العام في سوريا وآفاق الحل والسياسات الأمريكية في البلاد التي ترمي إلى إقامة المنطقة الآمنة في شرق الفرات وما يترتب على ذلك من نتائج في مختلف المجالات، إضافة إلى دور المجلس في المعارضة وعلاقته مع مختلف مكونات المنطقة. وتابع البيان أن وفد المجلس خلال اللقاء قال للمسؤول السويدي بأن روسيا لعبت دورا سلبيا في حل الأزمة السورية، ونتيجة للدور السلبي لروسيا واجهت الأزمة السورية عوائق جمة للوصول إلى الحل النهائي. وذكر أن الجانب السويدي بدوره أكد على أهمية العلاقة والتواصل مع المجلس ودوره في سوريا المستقبل للحفاظ على التعايش المشترك بين كافة المكونات في سوريا. رفضت منظومة المجتمع الكردستاني طلب عبد الله أوجلان بحل المشاكل مع الحكومة التركية عن طريق الحوار، وأكدت على التأثير التركي على أوجلان. في بيان أعلنت منظمة المجتمع الكردستاني بأن هناك ضغوطات تركية على عبد الله أوجلان، ولذلك نرفض مقترح أوجلان في رسالته الأخيرة، ونؤكد على الاستمرار في نشاطاتنا وسياستنا التي ننتهجها في الوقت الراهن. وجاء في البيان ما يؤكد التأثير التركي على عبد الله أوجلان في رسالته الأخيرة هو طلبه بحل كافة المشاكل عن طريق الحوار والابتعاد عن الكفاح المسلح، وهذا مطلب تركي بحت.